السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا كلكم مزيانين، تكونوا بخير. كنشكر كاع الناس اللي كيتبعوا الفيديوهات ديالي وكاع الناس اللي انضموا للقناه ديالي. كنشكركم بزاف بزاف وكنشكركم على ديك التعاليق الزوينين ديالكم، كنشكركم من قلبي. هاد النهار غادي نحضر واحد الكيكه اللي كتجي زوينه ولذيذه وبلا بيض. كنحضروها بسهوله معها واحد الكريمه اللي كتجي زوينه. كنتمنى هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو ان شاء الله للمقادير. عندي هنايا كاس ونص ديال الدقيق، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، عندي شويه د الملحه، عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وواحد الخميره ديال الحلوى ديال 8 غرام. هادو هما المقادير ديالي ديال الكيكه. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. غناخذ واحد الزلافه نضيف فيها الزيت، نص كاس ديال السكر والحليب. غنخلطوهم مزيان حتى يذوب لي داك السكر مع الزيت والحليب ويتجانسوا مع بعضهم. من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف شويه ديال الملحه، غنخلطهم. غادي نضيف كاس ديال الدقيق، ضروري اننا نغربلوه. زائد الكاكاو المر والخميره. غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم. غادي نزيد هذيك الكاكاو المر اللي بقى لي، وغادي نزيد حتى ربع كاس ديال الدقيق. ما نزيدش داك النص كاس كله، غادي نزيد غير ربع. لقيت غير كاس وربع ديال الدقيق كافيين، وكيبقى على حسب النوع ديال الدقيق. غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم. وقبل ما نبدا نصايب هاد الكيكه راني كنت شعلت الفران من قبل على درجه حراره 180، وغنطيبوا هاد الكيكه لمده ديال 20 دقيقه. كما كتشوفوا كيجي القوام ديالها بحال هاد الشكل. ما هي خفيفه ما هي ثقيله. كناخذ واحد لاطه ديال الفران دهنتها هكا بالزيت ورشيتها شويه بالدقيق. غادي نضع فيها الخليط ديال الكيكه. صراحه كتجي هاد الكيكه زوينه بلا بيض، كتجي غزاله.
دابا غادي ندخلها للفران طيب. عندي هنايا الكريمه اللي طربتها زائد واحد 2 معالق ديال الكراميل اللي صايبته في الدار. عندي هنايا كاس ديال خليط بين اللوز والكاوكاو اللي طحنتهم مزيان. يمكن لكم تضيفوا نتوما غير اللوز ولا الكاوكاو اللي بغيتو، ولا لا ما عندكمش الكريمه يمكن لكم ديروا غير الحليب والنشا وتزيدوا معاهم هكا اللوز ولا كاوكاو والكراميل كيجيو حتى هما زوينين. ولا يمكن لكم تستغناو على الكريمه، غير الكيكه بوحديتها راه غزاله كتجي. غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم. الصراحه الكريمه هكا ملي كنضيفوا عليها الكراميل واللوز والكاوكاو كتجي زوينه. يمكن نقدموها غير بحال هكا كتحليه كتجي غزاله، ولا كان نزوقوا بها الطرطه ديالنا والكيكات. الصراحه كتجي غزاله ديك الكريمه. دابا هنايا طابت لي الكيكه وبردات. غادي ناخذ واحد العود ديال الشوا وغادي هكا نعمل هكا ثقوب في الكيكه باش يتشرب لي الحليب، لحقاش غادي نسقيها بالحليب بنص كاس ديال الحليب. ولا يمكن لكم تسقيوها بالحليب والشوكولا، واللي ما كتعجبوش هكا الكيكاتكم مسقيه ما تسقيوهاش. في كلتا الحالتين كتجي زوينه، مسقيه ولا ما مسقياش كتجي غزاله. انا عي حيت دابا غادي نقدمها مع الكريمه عليها شي غادي نسقيها بالحليب. اما الا كنت غادي نقدمها بوحديتها ما كنتش غادي نسقيها، غنقدمها هكا كتجي غزاله. دابا غادي نضيف غير نصف الكميه ديال الكريمه، اما النصف الثاني غادي نخدمه في حاجه اخرى. نتوما ديروا غير نصف الكميه، بحال معلقه ديال الكراميل ونص كاس ديال اللوز ولا ديال الكاوكاو ولا مخلطين مع الكريمه. اما بالنسبه للتزيين ديال الكيكه انا غادي نضيف غير الكاكاو المر هكا كطبقه اخيره. وانتم لكم الاختيار، زينوا بالطريقه اللي بغيتو بالمكونات اللي بغيتو. يمكن لكم تزينوا بالكاوكاو مهرمش ولا بخطوط هكا ديال الكراميل والشوكولا. وغندخلوها واحد نصف ساعه للثلاجه حتى تبرد مزيان صافي ونقدموها. كتجي زوينه ولذيذه وما كتجيش هكا حلوه بزاف، كتجي داك الحلاوه فيها معتدله. وكنتمنى هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم. الصراحه انا عجبتني بزاف، المذاق ديالها واعر. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم. وشكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلام عليكم.